صباح الخير. هذا محمد علي المنصور، نخدم عزام في المغرب الثقافي. باش نجاوب الجمهور الرياضي المغربي على أسئلة في البطولة المغربية وأسرارها الدريا التونس. عمول قبل ماتش نهضة بركان في اللالي كلمت سعيد النصيري رئيس الوداد البيضاوي، وعلى اساس نديو كما تقولوا انتم في المغرب بطولة 18. اتصل بيا وعملنا موعد على اساس يوم الاربعاء وقتها يجي صادف يوم الاربعاء. قبل قلت نأكد اللي هو قبل بارتي نهضة بركان. المهم مش طول عليكم، تقابلنا في المكتب نتاعو في مقر الوداد البيضاوي وسيجور، وبالصدفة كان موجود الناخب الوطني بدر زكي، كان عنده شيك بالأمارة فيه 100,000 درهم، وبالأمارة قال لي وقتها اللي 4 شهور وهو يجري وراهم باش قدر ياخذ الشيك نتاعو، ووقع له فيه أمامي وقتها. المهم مش هذا الموضوع، جلست معاه قال لي فاش تقدر تفيدني الجانب البدني والجانب الذهني. قلت له نجم نفيدك فيهم زوز، نمسك في الوداد ديريكسيون الصدارة، ديريكسيون بطل الخريف، نربح الدربي والبطولة بدون ينازع مع حتى حد على الصدارة. وقال لي كيفاش تقدر تدير؟ قلت له تيران بيناتنا. قال لي خلاص نشوف من المباراة الجاية، نشوف ضد بركان ونشوفوا معناتها شنو كيفاش تقدر تدير. المباراة هذيك عملت فيها دير ما مالكش اعجابه، قال لي عملك مبقاش استحسان وبلا بلا بلا، فلا علينا. قلت له نشوفوا فهمتي معناتها اخر الاسبوع الجاي. عملت ريزولتا باهية من بعدها. قال لي اوكي، جلست انا وياه، نقلني من الاوتيل اللي انا فيه وفندق لاكوت في عيني دي باللي توا روتانا اسمه نتاع صديقه، هزني غاديكا وطلب مني الرجاء ما تفوزش، نهضة بركان كيف وتابع فوزي لقجع وتطوى يلزم يدخلوا في أزمة، بالإضافة اللي احنا ديما نفوزوا. مجبر أخاك لا بطل، يلزمني نطبق العمل نتاعي، وهذاك اللي صار كل أسبوع. وهذا ما يفسر الأزمة نتاع الثلاثة اكيبات هذوما، بالإضافة لفوزنا احنا. وعدني جاء وقتها تلعب كاس الفتح، كاس العرش ضد بركان. قال لي يلزم تعمل شغل باش بركان ما تديش كاس العرش. قلت اوكي نقدر. هو وصدمة كانت للجمهور المغربي كل كيفاش قدرت تدي الفتح الرباطي كاس العرش وقتها 2-0. وهذاك الشغل نتاعي انا، مش شغل وليد ركراتي ولا شيء، اللي على فكره مش نجي شنو عمل بالضبط. المهم ادينا كاس العرش، حولت الوجهه بتاعه لفتح الرباطي، وكانت الصدمه لنهضة بركان، ووقتها بديت تتزعزع. من بعدها لعبنا ضد في اواخر السيزون. هو وعدني على ايس باش ما نفوتش بالكلام، وعدني بمبالغ طايله ما عطانيش. جاء الديربي كيف قال لي بعد الديربي اوكي والديربي والناس الكل تعرفوه 3-1 هذاك، ولولا الامطار الغزيره كنت نعطي للرجاء 5 و6 ما فماش كلام. من بعد الدربي كمان ما جانيش، ما عطانيش اموال، وعلى اساس جيست قاعد وبلا بلا بلا ووتيل ورفاهه وكونفور وغيره. زعلت، حملت حالي، عملت ريزرفاسيون، حملت حالي ورحت يوم
21/12/2014. انا سافرت 8 متاع الصباح، ويومتها كان اول خسارة للوداد البيضاوي. اتصل بيا انا في تونس، وليش وتاكد هو 100% من شغلي طبعا، مش تكون مصادفه، اكيد انه وقت اللي نسافر انا تكون هي اول خساره. اتصل بيا وقال لي كمل واحد ومش نسافر لفرنسا وتنحول لك اموالك الكل ونزل عنا شغل وبلا بلا بلا وغيره. اوكي، رجعت العجله الدور، سافر لفرنسا وما حوليش فلوسي، وقفت الشغل كالعاده. صارت الخساره الثانيه ضد الفتح الرباطي اللي هي نوتر ديزيام كيف، واللي استعملتها باش نوقف عجله تطوان وبركان والرجاء. لا محمد رسول الله. صارت الخساره الثانيه، فاتصل بيا وبلا بلا بلا وما يصيرش ولازم نكملوا غيره والاخر المشوار، وانت وعدتني باش تجيب لي البطوله في مونتاج. هوني ميزت هل ندير يعني نواصل شغلي مع شخص متلبك وما يوفيش بوعوده، او نسحب حالي. اخترت اني نكمل كانجاز، ومن بعد نشوف هل هو عند كلامه او لا. فلاني بصراحه لو سحبت شغلي كنت ما تديش هي البطوله، وكنت نظل تونسي وقال كلام وخلاص ومشى على روحه، ما نحبهاش. فما برشا اعتبارات نعيش بها وصاحب كلمه الحمد لله. فكملت شغل روتور كامل وشفتوه حتىش هزينا البطوله قبل بجوله من جولتين معناتها من نهايه السباق على البطوله، وبديكالاج على نوتر كونكيرون الكل، وهذا اللي عدتوا بيه. حملت حالي ورجعت للمغرب كالعاده، لو طون نمشي ونجي نخدم سواء من تونس ولا غادي في المغرب. كان وقتها موقع عقد مع الفيا، يومتها على اساس باش نتسلم اموالي، فنكر كالعاده. وقتها ولا ما عندوش مشكله مع الرجاء ولا مش عارف شنو، تلكك وغيره. سكت على حالي، قلت له هاك مش تلعب ضد خريبكا اللي يصادف انه لونترونور نتاعها احمد العجلاني التونسي، وامام جمهورك 80,000، ومش تتسلم الدرع، ومش تكون لك بوانوار مني وكادو مني ليك، وراك مش تخسر امامها. وانت وجونتو شاك نتاعك اللي على فكره لولا الشغل نتاعي كان حمل حقائق له وراح، خاطر الاخصائيين الفنيين المغاربه كل وقت قالوا جاي للسياحه ماهمش غالطين. وهذاك اللي صار وشفتو، خسرت انا 0 قدام اولمبيك خريبكا. قبل ما ترجع البطوله اسنان كالعاده، ويعرف هو اللي جونتو شاك ولا شيء، وجيست ماشيه معاه العجله والخدمه الشغل ماشي معاه. اتصل بيا على اساس انه مش نعملوا بدايه قويه، وباش يعطيني كالعاده الاموال ديالي كل كامله واحد، اللي هي مبالغ كبيره وكبيره جدا. قلت له اوكي. جيت كان وقتها الانتخابات، وتلعب هي وكاس العرش اللي خسر اللي نتاعو يصادف عيد ميلادي لو 2 سبتمبر 2015. قلت له اوكي. جيت خاطر عرف المستوى نتاعو، جيت وخدمت مرة أخرى، اشتغلت ضد الجيش وضد خريبكا، وشفتوا النتائج اللي عملتها والمستوى اللي عملته أنا. كالعادة تستنى شوية، والجامعة العام جامعة عام انزعجت. مشيت الراديو مارس، في منسق في راديو مارس اسمه سمير، جلست انا وياه في ريستوران الزهور جنب اوتيل رويال منصور. حكيت له الصورة كاملة، قال لي اوكي، ومارسوا عليا شو جاب اصدقاء، ومارسوا عليا شويه ارهاب ويخوفوا فيا، ويقدر وتشوهوا ما تشوهوا كاللغه هذيك معناتها، وحبوا يخوفوني. فحملت حالي ورجعت تونس مثل العاده. ابتزوه ودار لهم عقد اشهاري، وحط الواحد هكا العلامه نتاع راديو مارس هذيك بالمجان
بالمعلومات اللي عندي. هذه معناتها مؤسسة إعلامية راديو مارس المفروض توصل الحقيقة للناس باش تفهموا الكذب والكذوب كما تقولوا نتاع الناس. اتصلت فيه قلت له قدرت تشريهم مش مشكل تو يجي وقت واحد. فانا اتصل بيا مرة أخرى قلت له نتحداك إذا يقدر يعمل النتائج هذيك وإفكتيفمون توا وما يقدرش والآخر السنة وما تقدرش. عيط لي مرة أخرى ويجاو نشتغلوا وواصلوا كذا وكذا وكذا فوالا. وقت وليد الركراكي تحدى الوداد أنها تربحوا في واحد. جيت الحقيقة حبيت نحط العصا في العجلة. قلت لهم ما نشتغل ما ناخذ الأموال نتاعي. قال لي اوكي. وانا ديجا محضر الدربي كملت على اساس انه حضر لي في الاموال نتاعي. كملت نشتغل للوداد والفتح وغيره في الوقت ما جابليش يعني. ومن بعد زاد يجيني يقول لي معناتها اللي الدربي مسرحيه واللي يلزم يخرج معناتها تعادل باش تهدى الاوضاع في كازابلانكا. فقلت له معناتها اذا كانجاز مانيش مش نقدر نعمله، وكان معناتها ما تنجمش تعمله خاطر الدربي مسرحي بلا، وكان كاموال زاده باقي مش تعطيني. فقلت له هوني معناتها مش نسحب شغلي كامل من الوداد الجوله 11. وهذا ما يفسر الكريز والازمات اللي عاشتها الرجاء ونهضة بركان وتطوان في البطوله المغربيه من السنه الماضيه للسنه هذه. طبعا اوامر منه هو حب كيكه. بالنسبه لي انا حبيت ندي نوصل الوداد وكهو ذاك شغلي. هو حب انه هذوكم يعيشوا ازمات وعاشوها، هو اللي حب وانا طبقته. لا اله الا الله محمد رسول الله. سحبت شغلي كامل، خليت الوداد تخسر امام الفتح الرباطي. رجعت لتونس على نفسي، وفي نفس التوقيت ما فازتش الوداد من الجولة 10 حتىش البطل الخريف. هوني ضربت عصفورين بحجرة. أول شيء خاطر جون توشاك أنا مش نقلم له أظافره على وليد الركراكي. لو طبقت وقتها وفزت على الفتح الرباطي كالعادة الفضل جون توشاك وبلا بلا بلا، وأنا وراسي صار ما يعرف حد. فخليت يبان مستواه الحقيقي ووعود وكلامه باطلة. في نفس الوقت ما فازتش الوداد وخليت الصدارة الفتح الرباطي. تفضل إذا أنت تقدر وليد الركراكي أنك تاخذ الصدارة تفضل. 5 جولات كاملة ما قدرش ياخذ الصدارة، ما قدرش يتوج قصدي ببطولة الخريف. مش سهل على خاطر فيها عمل ليس ككل الأعمال. نحكم في البطولة المغربية من السنة الماضية للسنة، ولا تقدر لا أنت ولا غيرك يا وليد الركراكي أنك تتجاوزني مما كنت تكون بأي طريقة، لا ببخور لا بشراء حكام لا بشراء ذمم. كينغ كونغ جو سوي لو ديو دي ستاد. أي فريق وأي حكم وقت اللي يهبط للتيران أنا نحكم. تهبط قدامي للتيران أنا نحكم. أخذناك جرو وربيناك وصرت كلب. مو حلوة منك تعلي علينا. أفضلنا على الفتح الرباطي مش شغل نتاعك. هذا هو هذا اللي حبيت نوصله. وهذا حكيت مع سعيد نصيري، وهذه حكاية البطولة المغربية وصدارة الوداد. وتحبوا بأكثر تفاصيل تقدروا ترجعوا البروفيل نتاعي فيسبوك محمد علي بن منصور سيرنا فيديو دي ستاد. تلقاو كل المباريات قبل وبعد من السنة الماضية من اللي مسكت الوداد ليومنا هذا. تحبوا بأكثر تفاصيل مرحبا في أي وقت تقدروا تتصلوا بي وتصلوا على الفيسبوك من صحفيين واحد بالأدلة بالبراهين.
الكافية والشافية والوافية. هذا هو، والسلام عليكم وشكرا.